السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتي في كل مكان، من شمال مصر لجنوب مصر، من شرق مصر لغرب مصر. ازيك يالا؟ وحشتني يالا. عارف ان اخوك اتاخر عليك، وعارف يالا ان انا بقالي كتير ما سالتش عنك، بس مشغوليات يا صاحبي، وانت عارف الحياه والدنيا. والنهارده يا صاحبي انا جاي لا بس عليك واجيب لك مراجعه شهر ابريل بين ايديك. ان شاء الله النهارده انا هسرب لك امتحان شهر ابريل، ما تقلقش يعني من الموضوع ده. ان شاء الله امتحان شهر ابريل بكل تريكاته وحركاته هيكون معاك. اهم النقط واهم الافكار اللي بتيجي في امتحان الشهر هقولها لك النهارده في الفيديو. بس قبل ما تبدا ما تنساش اعمل اشتراك في القناه لو انت جديد معانا، وكمان اعمل لايك وخش عرف لي نفسك في الكومنتات، وما تنساش تشترك في قناه الواتساب. وفي سؤال في نص الفيديو، السؤال دوت ان شاء الله بمبلغ مالي هبعتهم لك على الكاش، بس بشرط لازم تجاوبه صح، وكمان تخش في قناه الواتساب. ويلا بينا على مراجعه شهر ابريل. فيلا بينا بقى يا اخواتي نراجع. انا عارف انا اتاخرت عليكم، وعارف والله ان انا يعني الدنيا معايا مش متظبطه، بس يلا بينا بامر الله. الملامح الحضاريه لبعض الدول المستقله. قبل اي شيء خد بالك من حاجه، ايه هي؟ ان المنهج بتاعك او مقرر الشهر بتاع شهر ابريل هيجي لك على التالي. هيجي لك على الدرس الثالث في الوحده الثانيه، وهيجي لك كمان يا معلم على، اللهم اني بلغت اللهم فاشهد، على الوحده الثالثه بالكامل. يبقى هيجي لك على ايه وهيجي لك على ايه؟ هيجي لك على الدرس الثالث من الوحده الثانيه، وكمان يا معلم هيجي لك على الوحده الثالثه بالكامل. طيب يا مستر ايه يا حبيبي؟ احنا هنراجع ايه النهارده؟ انا النهارده يا صديقي هراجع لك على كل المقرر عليك بطريقه سلسه جميله، هظبط لك فيها الدنيا، هلخص لك فيها الدنيا. ثانيه واحده غير القلم يا صديقي، تمام؟ هتكون بامر المولى لما لك يما كل التفاصيل اللي ممكن تتخيلها. تشتغل بالقلم بتاعي المفضل. تمام. يبقى احنا النهارده اول درس هنبتدي بيه هو مين؟ هو ملامح الدول المستقله، اللي هي الدوله الايه والدوله الايه؟ الدوله الايوبيه والدوله المملوكيه. ما تقلقش انا هنمي لك الدنيا دلوقتي كلها وهمرجعها لك وهنراجع مع بعض والدنيا تبقى تمام. اول حاجه في الدوله المملوكيه او حضارات الدول المستقله، انا عايزك بس تفهم حاجه. انت كان اخر حاجه مقرره عليك في شهر مارس كانت ما هي الدوله الفاطميه. الدوله الفاطميه ديت يا صديقي عشان تبقى انت فاهم بس كويس، الدوله الفاطميه ديت دوله حكمت مصر، اللي هم الفاطميين اهي، اللي هي الدوله الفاطميه. وكانوا حاكمين دوله مين؟ مصر. لو تفتكر لما جه الدوله الفاطميه اللي هو جوهر الصقلي، انا بنعلش لك معلوماتك، جوهر الصقلي لما نزل مصر، نزل مصر وعمل ايه يا صديقي؟ نزل مصر قتل مين؟ قتل، اللهم اني بلغت، قتل الدوله الاخشيديه اللي هو محمد بن طغي الاخشيدي وعياله، خلص عليهم، ده جوهر الصقلي، وقام جاي رايح المعلم محتل مين؟ مصر. هنا بقى السؤال بيقول لك ايه اللي حصل بعد جوهر الصقلي وبعد الدوله الفاطميه؟ هنا يا صديقي بيقول لك الدوله الايوبيه، ظهور الدوله الايه؟ الايوبيه وحمايه العالم الاسلامي من الخطر الصليبي. في نهايه الدوله الفاطميه عشان تبقى انت فاهم برضه، في نهايه الدوله الفاطميه كان في خناقه ما بين وزيرين. انا قلت الدوله الفاطميه ديت كانت محتليه مين؟ مصر. حصل فيها خناقه ما بين اتنين من الوزراء، وزيرين. وزير كان واحد من الوزراء اسمه شاور، والتاني كان اسمه درغام. طب الوزيرين دول عملوا ايه يا مستر احمد؟ تعالى يوم. الوزيرين دول كانوا بيتخانقوا مين فيهم يمسك الخليفه الفاطمي، لان الخليفه الفاطمي ساعتها كان خليفه ضعيف. فالوزيرين دول في منهم وزير عمل ايه؟ الوزير الاولاني يا صديقي راح استنجد بالصليبيين. استنجد بمين؟ بناس اسمهم الصليبيين. مين الصليبيين دول يا مستر احمد؟ الصليبيين دول هم مسيحيين اوروبا. تمام. المسيحيين بتوع اوروبا اللي هي اللي هي قاره اوروبا كانوا بيهجموا علينا وبيقتلوا في المسلمين، فراح وزير منهم استعان بمين؟ بالصليبيين. والوزير الثاني راح استعان بواحد اسمه نور الدين محمود. ركز معايا قوي، مين نور الدين محمود ده يا مستر احمد؟ الوزير الاولاني استعان بالصليبيين، الوزير الثاني استعان بنور الدين ايه؟ محمود. مين نور الدين محمود ده يا مستر؟ نور الدين محمود ده كان امير دمشق، كان امير منطقه اسمها ايه؟ دمشق.
يبقى انت عندك كام واحد؟ 2. واحد استعان بالصليبيين والتاني استعان بنور الدين محمود اللي هو امير منطقه ايه؟ دمشق. يشاء ربك القدير العليم ان نور الدين محمود يبعت لمصر مين؟ هو نور الدين محمود ده راجل عادي ولا امير؟ امير. راح نور الدين محمود بعت لمصر واحد اسمه صلاح الدين الايوبي. مين صلاح الدين الايوبي ده؟ كان شغال عند مين؟ كان شغال عند نور الدين. يبقى نور الدين محمود بعت صلاح الدين الايوبي علشان يهزم الصليبيين اللي كان جايبهم الوزير الايه؟ الاولاني. صعب يا صديقي؟ لا مش صعب. طيب ما نيجي نكمل يا مستر. هنا بيقول لك توجه الصليبيون من اوروبا نحو الشرق الاسلامي في عده حملات استمرت نحو 200 سنه، بدات من عام 490 الى حتى عام كذا. انا قلت لك الحملات الصليبيه دول مين؟ الحملات الصليبيه دول ناس جت من اوروبا. جت ليه يا مستر احمد؟ جت يا صديقي عشان تحتل العالم الاسلامي. طب هم جيش ضخم يا مستر احمد؟ هم مش جيش واحد، هم بيجوا عن طريق حملات. يعني ايه؟ يبعتوا لك 100,000 هزمتهم، يبعتوا لك 100 غيرهم هزمتهم، يبعتوا لك 100 غيرهم هزمتهم، وهكذا. فالحملات الصليبيه يا صديقي كانت بتيجي من اوروبا عن طريق حمله وحمله وحمله وحمله، كذا حمله بقى. فانت مش هتعرف تلاحق على مين ولا مين. تقتل دي تلاقي دي جت وراه، تقتل دي جت وراه، تقتل دي تلاقي دي جت وراه، وهكذا. طيب بدات مواجهه المسلمين الحملات الصليبيه منذ اللحظه الاولى لهجومها على بلاد الشام. اول منطقه هجمت عليها الصليبيين هجموا عليها كانت بلاد الايه؟ الشام، اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين. بعدها على طول كانوا عايزين يهجموا على مين؟ على مصر. اللهم اني بلغت. طيب كمل يا مستر، يلا بينا. بص يا سيدي، استطاع الايوبيين التصدي للصليبيين واسترداد بيت المقدس. هنا بقى السؤال بيجي لك، انت خدت في الدرس الدوله الايوبيه او درس صلاح الدين الايوبي ان قدر صلاح الدين الايوبي او انه يمسك حكم مصر. صلاح الدين الايوبي بعد ما جه يخلص على الصليبيين، طبعا انتوا كنتوا عارفين الفاطميين دول ما كانوش سنه، يعني كانوا شيعه. شيعه دول نوع من انواع الاسلام. طيب ايه اللي حصل؟ صلاح الدين الايوبي لما بعت نور الدين محمود يمسك مصر، قدر صلاح الدين الايوبي انه يخلص على الحمله الصليبيه الاولى. بعد ما خلص عليها يخلص على الحمله الصليبيه الثانيه. بعد ما قدر يخلص على الحمله الصليبيه دي يا مستر احمد، ايه اللي حصل؟ صلاح الدين الايوبي قدر يخلص من الدوله الفاطميه، انهى الدوله الفاطميه ومسك هو الحكم. يعني خلص على الخليفه الفاطمي رماهم في الزباله ومسك هو الحكم، وبقى اسمها الدوله الايوبيه. يبقى صلاح الدين الايوبي ركز معايا، بعد ما جه علشان يصد الصليبيين طمع في مصر، قتل الخليفه الفاطمي ومسك هو حكم مصر، واصبحت مصر بدل ما هي دوله فاطميه اصبحت دوله ايه؟ ايوبيه. وهنا يجي لك السؤال يقول لك صلاح الدين الايوبي يا صديقي اول ما حكم او اول ما مسك عمل ايه يا مستر احمد؟ صلاح الدين الايوبي عمل صلح. كان عامل معاهم ايه؟ صلح. الصلح ده كان عامله مع مين يا مستر احمد؟ كان عامله مع ملك بيت المقدس. اهو ملك بيت المقدس. ملك بيت المقدس في الفتره دي يا حبايب قلبي كان اسمه بلدوين الرابع. كان اسمه الملك ايه؟ بلدوين الرابع. بلدوين الرابع ده يا شباب كان ملك صليبي. كان ملك ايه؟ صليبي. صلاح الدين الايوبي اهو، صلاح الدين الايوبي، قرر صلاح الدين الايوبي ان يعمل مع ملك بيت المقدس اللي هو بلدوين الرابع، يعمل معاه ايه؟ صلح. بلدوين الرابع ده مين؟ ده من الصليبيين. قرر صلاح الدين الايوبي ان يعمل معاه صلح، لا نهجم عليكم ولا تهجموا علينا. يعني راح صلاح الدين بعد ما مسك الحكم قرر انه يعمل صلح مع مين؟ قرر انه يعمل صلح مع ملك بيت المقدس. طيب يشاء ربك القدير العليم. حلو. ان ايه اللي يحصل؟ ان الصليبيين دول يا معلم يعملوا ايه؟ ينقضوا الصلح. طب نقضوه ازاي يا مستر احمد؟ كان في عم واحد اسمه ارناط. اسمه ايه؟ ارناط. مين ارناط ده يا مستر احمد؟ ارناط ده كان حاكم منطقه اسمها حصن الكرك. كان حاكم منطقه اسمها ايه؟ حصن الكرك. ارناط عمل ايه؟ ارناط بدا يهجم على القوافل الاسلاميه، وبدا كمان يهجم على القوافل التجاريه المسلمين، يعني يقتل التجار المسلمين ويهجم على المدينه المنوره، ويهجم كمان ارناط ما احترمش المعاهده اللي ما بيننا وما بينهم، ما احترمش كلمه صلاح الدين الايوبي، ما احترمش الصلح اللي ما بين الايه؟ اللي ما بين المسلمين والصليبيين اللي كان عامله صلاح الدين الايه؟ الايوبي. عشان كده ايه اللي حصل؟ صلى على حضره جمال النبي عليه افضل الصلاه والسلام. قرر
ارناط انه يهجم على المسلمين، وقدر ارناط انه يسيطر على قافله اسلاميه، وحط 100 خط تحت كلمه اسلاميه. قدر ارناط انه يسيطر على قافله اسلاميه. يعني ايه اسلاميه؟ يعني قدر المعلم ارناط انه يقتل شويه مسلمين كانوا رايحين يا عيني يحجوا، قافله اسلاميه، قافله حجاج كانت رايحه تحج المكه. ارناط ابن اللذينه ده هجم على القافله، قتل اللي فيها وخد الستات وخد الرجاله سبايا عنده واسرى عنده. فمن غضب صلاح الدين الايه؟ الايوبي. فكان لازم صلاح الدين الايوبي يرد على ارناط. فعمل ايه؟ بص هنا بقى، استطاع الايوبيين التصدي للصليبيين واسترداد بيت المقدس. قدر صلاح الدين الايوبي ان يعمل مع الصليبيين معركه اسمها معركه حطين. معركه ايه؟ حطين. ازاي يا مستر احمد معركه حطين دي حصلت؟ صلى على النبي. بص يا سيدي، معركة حطين كانت عند منطقة اسمها حطين، ديت كانت جبال، وكان في هنا بحيرة اسمها بحيرة طبرية. صلاح الدين الأيوبي يا صديقي قدر إن هو يسترد البحيرة دي. يعني إيه؟ يعني قدر الأيوبيين اللي هو جيش الدولة الإيه؟ جيش الدولة الأيوبية إن هم يسيطروا على منطقة البحيرة اللي هي بحيرة طبرية. فكان ساعتها أرناط ومعاه الصليبيين رايحين عن المنطقه دي، كان اسمها منطقه حطين يا شباب. الصليبيين قرروا ان هم يهجموا من عند المنطقه، كانوا عاوزين يشربوا من بحيره مين؟ كانوا عاوزين يشربوا من بحيره طبريه. لقى صلاح الدين الايوبي محاصر، يحاولوا ما يقدروش، يهجموا عشان يشربوا ما عرفوش. فراح ارناط قال خلاص احنا لو فضلنا من غير ما نشرب ميه من بحيره طبريه هنموت، فاحنا نهجم ونخليها ايه؟ على الله. وساعتها ارناط والصليبيين جم يهجموا. قدر الدوله الايوبيه او قدر صلاح الدين الايوبي انه يخلص على مين؟ على ارناط والصليبيين، وخد منهم بيت الايه؟ المقدس. يبقى مين اللي استرد بيت المقدس؟ صلاح الدين الايوبي. بعد معركه ايه يا قلب اخوك؟ بعد معركه اسمها معركه حطين. بعد معركه اسمها معركه ايه؟ حطين. بعد معركة حطين فتح صلاح الدين الأيوبي عدد من المدن الساحلية. ده كمان ما خدش بس اللهم صل على النبي، ما سيطرش بس على الايه؟ على بيت المقدس، ده كمان سيطر على مدن ساحلية زي مدينة عكا وحيفا وصيدا. حلو يا عم؟ تمام. اللي بعده، تصدى ملوك الدولة الأيوبية للحملات الصليبية المتتالية على مصر، إلى أن نجح المماليك بعد ذلك في إنهاء الوجود الصليبي. ركز على دي عشان بتيجي في الامتحان. إمتى ظهر المماليك؟ أنا قلت في فيديو قبل كده، لو أنت تقدر هتشوفه على القناة، ترجع للقناة كده تشوفه بعد ما تخلص دي المراجعة، ترجع تشوف فيديو الشرح بتاع دولة المماليك. قدرت الدولة المماليك، وركز معايا قوي في الحتة دي، قدر صلاح الدين الايوبي او العيله الايوبيه او العيله بتاعت الدوله الايوبيه كان في دماغهم فكره. ايه هي الفكره دي؟ العيله الايوبيه او عيله صلاح الدين الايوبي قالوا احنا كده كده هيجي علينا وقت وهنموت. هيجي علينا وقت وهنضعف. هيجي علينا وقت وهنحس ان احنا مش عايشين، مش هنعرف نحمي نفسينا. فالدوله الايوبيه او عيله صلاح الدين اللي هو اخوه كان اسمه عادل، وابن اخوه كان اسمه الملك الكامل، وابن اخوه كان اسمه الصالح نجم الدين ايوب. قررت العيله الايوبيه انهم في فكره مجنونه، قرروا ان هم يجيبوا اطفال. يجيبوا ايه؟ اطفال. ويعملوا ايه في الاطفال دي يا مستر احمد؟ جابوا الاطفال دي وقرروا ان هم يربوا العيال دي، يربوها على ايه؟ يربوها على استخدام السلاح، يربوها كمان يا مستر احمد ان هم يركبوا خيل، علموهم لغات، وسموا الاطفال دي مماليك. يبقى مين اللي جاب الاطفال؟ مين اللي جاب المماليك؟ هي الدوله الايوبيه. الدوله الايوبيه جابت الاطفال ديت، علمتهم ازاي يمسكوا السيف، علمتهم الفروسيه، علمتهم السلاح، علمتهم كل حاجه. ليه؟ عشان الاطفال دي لما تكبر، الاطفال دي لما سنهم يكبر تبقى كبيره، تقدر انها تحمي الدولة الايه؟ تحمي الدولة الأيوبية. دول مين يا دول يا مستر أحمد؟ دول الأيوبيين. يبقى الأيوبيين هم اللي جابوا دولة الايه؟ المماليك. شفت يا عم اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ المماليك يعني سبحان الله، الايوبيين هم اللي جابوا المماليك وكبروهم وعلموهم عشان المماليك تكبر تبقى سند للدوله الايوبيه. المماليك دول يا صاحبي هم اللي قتلوا الدوله الايوبيه اصلا. لما كبروا طمعوا في الحكم، راحوا خلصوا من الدوله الايوبيه وقتلوا اخر واحد من سلاطين الدوله الايوبيه كان اسمه طوران شاه، وخلصوا من بعديها من شجره در. وبنفس الوقت كده عملوا ايه؟
اسقطوا الدوله الايوبيه ومسكوا هم الحكم، وبقت دوله اسمها دوله المماليك عن طريق ان شجره الدر اتجوزت واحد من المماليك. قصه كده ابقى اشوفها في ايه، في فيديو الشرح، شرح الفيديو بالكامل بالتفاصيل، عشان احنا عاوزين نخش على اكبر معلومات النهارده نلمها عشان خاطر المراجعه. يبقى المماليك ظهروا بعد الدوله الايه؟ الايوبيه. استطاع المماليك الوصول لحكم مصر وتمكنوا على مدار قرنين ونص. عارف يعني ايه قرنين ونص؟ يعني 250 سنه ان هم يثبتوا حكمهم. وما تنساش الصليبيين المماليك هم اللي انهوا الوجود الصليبي، يعني ما عادش فيه وجود صليبي في مصر، طلعوا الصليبيين وما بقاش الصليبيين بيهجموا على مصر ايام دوله المماليك. تصدى المماليك للخطر المغولي، رفض السلطان قطز تسليم البلاد للمغول واعلن الجهاد ضدهم واتخذ عده اجراءات دفاعيه. انا عايز اقول لك على حاجه، انت كان عندك واحد اسمه مين؟ اسمه عز الدين ايبك. اسمه ايه؟ عز الدين ايبك. ده اول المماليك، وللاسف اول واحد يمسك دوله المماليك او اول واحد يمسك بعد الدوله الايوبيه كان اسمه عز الدين ايبك. وللاسف عز الدين ايبك ده اتقتل، واللي قتلته على فكره مراته اللي هي اسمها شجر الدر، وبشوف الفيديو وانت تفهم ايه اللي حصل يا مستر احمد. المماليك بعد ما حكموا، ابن عز الدين ايبك كان اسمه ايه؟ ابن عز الدين ايبك يا صديقي كان اسمه المنصور علي. والمنصور علي ده كان طفل صغير، فخلوا عليه واصي. الواصي ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه سيف الدين قطز. كان اسمه ايه؟ سيف الدين قطز. يبقى سيف الدين قطز كان واصي على مين؟ على المنصور علي. فجأة يا صديقي بدون بادئ انذار ظهروا ناس اسمهم المغول. مين هم المغول؟ المغول دول يا صاحبي ناس ظهروا من شرق اسيا، كانوا اسمهم القبائل المغوليه، اللي جمعهم واحد اسمه جنكيز خان. اللي جمعهم واحد اسمه ايه؟ جنكيز خان. المغول دول كانوا بيلبسوا قرون المعيز، كانوا بيلبسوا جلد الحيوانات، كانوا بيجيبوا رجل المعزه ويدقوها في قلب الكوتش بتاعهم او الشبشب بتاعهم اللي هو القبقاب ويمشوا على الارض، فاللي يشوف شكلهم ويشوف اثرهم يقول عليهم ان هم مش بني ادمين. المغول كانوا بيتبعوا سياسه اسمها شرب الدم، كانوا بيقولوا عليهم التتار. اي جيش انت بتحاربه انت عارف عدده الا المغول. المغول ما كانش لهم عدد، عشان كده كانوا بيسموهم بالايه؟ بالتتار. عارف يعني ايه التتار؟ يعني الجيش اللي ملوش عدد او الناس اللي ملهاش ايه؟ عدد، دول المغول. وقرر المغول ان هم يدخلوا بغداد. المغول دول دخلوا بغداد واسقطوا الدولة العباسية، قتلوا الخليفة العباسي في بغداد ودمروا الدولة العباسية، وخدوا كمان بلاد الشام اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين، وما كانش قدامهم الا مين؟ الا مصر اللي كان حاكمها المنصور ايه؟ علي الطفل. فسيف الدين قطز اول ما لقى المغول داخلين على مصر عمل ايه؟ هل طفل هيقدر يحمينا؟ عشان كده قطز عزل المنصور علي، شاله من الحكم، قال له امشي، ومسك هو الايه؟ الحكم. هنا بقى بيقول لك ايه هي الاجراءات. هنا بيقول لك اهو، هنا بيقول لك ايه هي الاجراءات اللي عملها قطز بقى علشان لقى المغول داخلين. عمل ايه يا عم الحاج؟ قال لك واحد، عزل المنصور علي من حكم مصر. اتنين، عفى عن المماليك الهاربين. طبعا انت علشان تحارب جيش، عشان تحارب جيش، دي الاجراءات اللي قطز عملها لما المغول داخلين. عشان تحارب جيش انت محتاج ايه؟ انت محتاج عدد كبير قوي من الجنود. فكان في شويه مماليك اللي قتلوا وهربانين، اللي سرقوا وهربانين، مش شويه مماليك كانوا مطلوبين في الحكم، مطلوبين في العداله. فقطز قال لهم انا هعفو عنكم في المقابل ان انكم تيجوا تشتركوا في الجيش بتاعي. ايه كمان؟ التحالف مع بعض امراء بلاد الشام. اتحالف مع امراء بلاد الشام، قال لهم حطوا جيشكم على جيشنا عشان نقدر نحارب مين؟ المغول. ايه كمان؟ عقد اجتماع مع امراء المماليك وعلماء الدين الاسلامي. انت تعرف عمل اجتماع ليه هنا مع علماء الدين الاسلامي؟ عشان يقول للمسلمين او يقول للمصريين تعالوا اشتركوا معانا في الجيش. لو احنا رحنا حاربنا المغول احنا كده بندافع ضد الايه؟ ضد اعداء الاسلام. يعني ده جهاد ايه؟ جهاد في سبيل الله. كمان جمع الاموال من كل الشعب، وفر الامن والسلام، وهيئه السبل والعشره وفر امن وسلام، وجمع جيش قوي. وخرج سيف الدين قطز والتقى بجيش المغول في معركه اسمها عين جالوت. يبقى انت كده عندك معركتين. معركه، وانا بص اقول لك على حاجه، واحده من دول جايه في امتحان الشهر واللي انت عايزه قوله. انت عندك معركه اسمها معركه عين جالوت،
وعندك معركه اسمها حطين، يا دي يا دي. عين جالوت بتاعت مين؟ قطز ضد المغول. اما حطين بتاعت صلاح الدين ضد الصليبيين بقياده ارناط. يبقى عين جالوت قطز بقياده المغول ضد مين؟ المعركة حطين كان صلاح الدين الايوبي ضد الصليبيين. طيب ايه اللي حصل يا مستر؟ طبعا قدر سيف الدين قطز انه قال كلمته الشهيره، قال كلمه لما لقى ان المغول كتير قوي، راح سيف الدين قطز عمل ايه؟ سيف الدين قطز لقى المغول بيهجموا، المغول كانوا بيهجموا بساطور يا اسطى، عارف الساطور؟ كانوا يخشوا يضربوك بساطور. فسيف الدين قطز لما لقى ان احنا هنخسر راح قال كلمه شهيره قوي، قلع الخوذه بتاعته ورماها على الارض، وفك الدرع بتاعه اللي كان بيمسكه في ايده ورماها على الارض، ومسك السيف بتاعه ورفعه للسماء وقال: يا الله انصر عبدك الفقير قطز وإسلاما. وفجأة سيف الدين قطز ركب الحصان ودخل جوه الجيش ورمى نفسه جوه جيش المغول علشان المسلمين ياخدوا شجاعه ويهجموا هم كمان في معركه عين جالوت. دمويه رهيبه، ايدين بتتقطع وناس راسها بتطير، وهجم المسلمين على المغول. علشان كده المغول خافوا من المسلمين وطلعوا يجروا. دول مين دول يا مستر احمد؟ المغول. وكسب المماليك. وهنا يجي لك بقى التعريفات، اهم التعريفات. مين هم المماليك يا مستر احمد؟ هم غلمان الذين كان يتم شراؤهم وتدريبهم على فنون الحرب والقتال لاستخدامهم كفرقة عسكرية في الجيش. أنا قلت هنا مين اللي كان بيشتريهم؟ الأيوبيين. طيب مين هم المغول؟ هم قبائل متفرقة متنازعة عاشت في وسط آسيا اللي هي منغوليا على الرعي والصيد، وتوحدت على ايد مين؟ جنكيز خان. ارخصها لك امرجعها لك، انت ممكن تقول المغول يا اسطى ايه هي؟ هي قبائل. هي ايه؟ قبائل أتت من منغوليا وسط آسيا، تمام، وتجمعت أو وتوحدت على يد جنكيز خان. يبقى تقول هي قبائل جت من منغوليا، أتت من منغوليا اللي هي في وسط آسيا، وتجمعت وتوحدت على يد جنكيز خان. طيب السؤال اللي بعده، مين هو؟ أنا لسه قايلها، صلاح الدين ابن يوسف ابن نجم الدين ابن أيوب، اللي هو صلاح الدين الأيوبي. هو كرد الأصل. يعني إيه كرد الأصل؟ كرد الأصل ده الأكراد دول في العراق، يعني من دولة العراق. هو اللي قدر ينجح إنه يخلص على الخلافة الفاطمية وتبتدي في الامتحان. هو اللي أسس الدولة الأيوبية، تمام؟ إيه كمان؟ أنشأ قلعة الجبل، ودي بتيجي في الامتحان، اللهم إني بلغت، ركز. وعمل قلعة تانية في جزيرة فرعون في طابة. يبقى صلاح الدين الأيوبي ما عملش قلعة واحدة، ده عمل كام قلعة؟ قلعتين، قلعة الجبل في القاهرة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي في جزيرة فرعون في مدينة طابة. نشر الأمن والأمان في مصر، عمل على توسيع دولته خارج مصر. وما تنساش إن هو اللي استرد بيت المقدس، يعني رجع بيت المقدس، رجع القدس من الصليبيين. وهو كمان اللي عمل معركة اسمها معركة حطين. وبعد معركة حطين لما هجم مين؟ هجم ملك انجلترا وملك فرنسا، عمل معاهم صلح اسمه صلح الايه؟ الرملة. صلى على النبي بقى كده. صلح الرملة ده علشان بيجي في الامتحان، صلح الرملة كان ما بين انجلترا، كان مين جاي علينا اصلا؟ كانت مش صلاح الدين الايوبي كسب في معركة حطين، والصليبيين بقى اتضايقوا. الصليبيين حسوا ان صلاح الدين الايوبي اتضايقوا على عينهم، فجمعوا جيش بقيادة مين؟ بقيادة انجلترا وبقيادة فرنسا وبقيادة ألمانيا. ألمانيا غرقت، وملك فرنسا اتخانق مع انجلترا، فملك فرنسا ما راحش. مين اتبقى؟ ملك انجلترا اللي كان اسمه ريتشارد قلب الأسد. فلما ريتشارد قلب الأسد راح عشان يجيب بيت المقدس من صلاح الدين، لقى صلاح الدين يابا محضر له جيش كبير. راح ريتشارد قلب الأسد قال له: احنا اسفين يا صلاح، انا عايز اعمل صلح يا عم، انا مش عايز اموت. وبالفعل يا عم عمل صلاح الدين الله يرحمه صلح اسمه صلح الايه؟ الرمله. انه بيت المقدس مع ملك انجلترا اللي هو ريتشارد، ان بيت المقدس يفضل معانا احنا، يفضل معانا احنا،
تمام، وشويه مدن ساحليه يفضلوا معاهم. بس يا سيدي عشان صلاح الدين الايوبي يموت على طول بعد صلح الرمل. وهنا هيجي مين؟ اسد الدين شيركو. ده عم صلاح الدين الايوبي اللي جه معه من مصر على راس جيش ارسله نور الدين محمود امير الشام. تمام، يبقى مستر فاكر قصه نور الدين محمود؟ نور الدين محمود لما بعت صلاح الدين الايوبي لمصر بعته هو وعمه كان اسمه ايه؟ اسد الدين شيركو. طيب الوسخ ده مين؟ ارنات اهو. ارنات، اقول لك على حاجه، انت تعرف اسم ارنات الحقيقي؟ ارنات ده الدلع على فكره، ارنات اللي هو بتاع الصليبين بتاع معركه حطين، ارنات ده الدلع. اسمه الحقيقي ريودي شانتاو. اسمه ايه؟ ريودي شانتاو. ارنات اسمه الحقيقي ريودي شانتاو. ارنات عمل ايه؟ ارنات هو احد الامراء الصليبيين، كان بيحكم حصن اسمه حصن القرق. تمام، فرض الاتاوه على القوافل، انا لسه قايل لك، اللي بتخش من عند القرق، وهاجم قافله كبيره من المسلمين كانت متجهه الى دمشق واستولى عليها. حاول الهجوم على مقدسات المسلمين، يعني حاول الهجوم على مكه والمدينه المنوره، وصلاح الدين قبض عليه وقتله. طيب ريتشارد قلب الاسد، مين ريتشارد قلب الاسد؟ ريتشارد قلب الاسد انا قلت لك ده كان ملك انجلترا اللي عمل مع صلاح الدين الايوبي صلح الرمل. طيب مين الصالح نجم الدين ايوب؟ ركز في الازمه دي. الصالح نجم الدين ايوب ده يا صديقي ده احد سلاطين الدوله الايوبيه، هو اللي جاب المماليك لمصر اللي شاركوا في حروب الدوله الايوبيه ضد الصليبيين. انت عارف مين الصالح نجم الدين ايوب ده؟ يبقى ايه؟ اقول لك، ابو الصالح نجم الدين اسمه الملك الكامل، وابو الكامل اسمه الملك العادل. العادل ده يبقى اخو صلاح الدين. متخيل؟ يعني الصالح نجم الدين ايوب ده يعتبر ايه؟ يعتبر الصالح نجم الدين ايوب يعتبر حفيد ايه؟ صلاح الدين الايوبي. طيب ابنه اسمه ايه؟ ابن الصالح نجم الدين ايوبي كان اسمه توران شاه. ده اخر السلاطين الايوبيين والمماليك خلصوا منه. طيب عندك اللي ينتقم منها ربنا شجر الدر. شجر الدر دي مين؟ دي زوجة الصالح نجم الدين ايوب، زوجته يعني مراته. تولت حكم مصر بعد مقتل توران شاه. مسكت حكم مصر بعد مقتل توران شاه، وساعتها الدوله العباسيه اللي هو السلطان العباسي الله يرحمه مات. قبل ما يموت كان بيقول ان شجر الدر ما ينفعش تمسك مصر، فتزوجت من عز الدين ايبك المملوكي وتنزل طب العشر. عز الدين ايبك ده من المماليك، عشان كده اللي هو ابو المنصور ايه؟ ابو المنصور علي. طبعا عز الدين ايبك هنا اهو. مين عز الدين ايبك؟ عز الدين ايبك تولى حكم مصر بعد ما تزوج شجر الدر واتنازلت ليه بالحكم، علشان كده اصبح اول السلاطين المماليك. المنصور علي انا قلت لك ابن عز الدين ايبك وكان صغير، فعينوا عليه واصي اللي هو سيف الدين ايه؟ قطز. سيف الدين قطز بقى ده هو اللي انا لسه قايل لك فوق حاجته، اللي عمل معركه عين جالوت. واخر واحد هو جنكيز خان اللي قدر ان هو يوحد الايه؟ يوحد المغول. طيب انت عندك يا مستر احمد الظاهر بيبرز. مين بيبرز؟ بيبرز ده كان من المماليك، وعلى فكره بيبرز ده كان صاحب قطز. كان صاحب مين؟ قطز. عمل ايه يا عم الحاج بيبرز؟ ركز بقى. بيبرز تولى حكم الدوله المملوكيه بعد مقتل السلطان سيف الدين قطز. مسك بعد ما سيف الدين قطز مات. ركز بقى في الحاجات دي قوي. هو اللي رجع الخلافه العباسيه من تاني في القاهره، واصبحت دوله المماليك تابعه للخلافه العباسيه، وعمل مسجد اتعرف باسمه مسجد الظاهر بيبرز، وعمل مدرسه اسمها المدرسه الظاهريه في القاهره. يبقى الظاهر بيبرز عمل ايه يا صديقي؟ واحد تولى مصر بعد مقتل السلطان سيف الدين قطز، تمام، احيا الخلافه العباسيه من تاني، بنى مسجد الظاهر بيبرز وعمل مدرسه اسمها المدرسه الظاهريه. طيب هنا معركه حطين ومعركه عين جالوت اللي انا قلت لك مهمه. طيب والنتائج بتاعتها انهيار الجيش الصليبي في معركه حطين، قتل قائد المغول. ركز بقى، قائد المغول كان اسمه ايه؟ كتبغة. طب في معركه مين؟ معركه حطين. طيب كان اسمه قائد المغول كان اسمه ايه؟ كتبغة. نتيجته سيف الدين قطز قتله لما قلت لك قال واسلم ودخل في الجيش. طيب مظاهر الحضاره دي مهمه دي. بص يا سيدي، الجيش والاسطول في عهد الدوله الايوبيه وفي عهد دوله المماليك. حلو. في عهد الدوله الايوبيه اهتموا بتاسيس الجيش والاسطول، وهنا اهتموا برضو ببناء جيش منظم اعتمد على الفروسيه، واهتموا ببناء اسطول. يبقى الاثنين زي بعض،
بس الاختلاف ان الدولة الايوبية اهتمت ببناء دار لصناعة السفن في جزيرة اسمها جزيرة الروضة. دار في لصناعة السفن في جزيرة الروضة، مين اللي عملها؟ دي الدولة الايوبية. طيب عملوا ايه يا مستر احمد في الزراعة والصناعة والتجارة؟ صلى على النبي. الاثنين طهروا الترع ودول حفروا الترع. تمام؟ طيب الصناعة اهتموا بمعدنية زجاجية نسيج. دول اهتموا بالصناعات العسكرية اللي هم المماليك. طيب التجارة في الحالتين ازدهرت. طيب ايه يا مستر احمد اللي خلى التجارة في عهد دولة المماليك تنتهي او تموت؟ اللي خلى التجارة تنتهي في عهد دولة المماليك ان كان اي حد جاي من قارة اوروبا رايح اسيا كان لازم يعدي على مصر، يعني يعدي على دولة المماليك. اللي خلى المماليك التجارة بتاعتهم تتضرب، بص الحتة الجاية دي، هو اكتشاف بسبب اكتشاف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح. بسبب اكتشاف البرتغاليون طريق اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. ايه طريق رأس الرجاء الصالح ده؟ ده طريق يا عم ما بيعديش على المماليك، فطالما انت ما بقتش بتعدي على المماليك يبقى مش هتدفع له. الطريق ده كان بيلف حوالين قارة افريقيا. طيب هنا يا مستر احمد النهضة العمرانية دول بنوا ايه ودول بنوا ايه؟ اوعى تنسى المماليك يا صديقي بنوا حاجة اسمها كانوا بيعملوا حاجة اسمها القصور والبيمارستان والخانات، وعملوا مسجد اسمه مسجد السلطان حسن. تمام؟ واهتموا بالعلوم. حلو. وكمان يا مستر احمد الجامع الازهر الشريف رجع تاني فتحه في عهد الظاهر ايه؟ بيبرز. النقط دي مهمة. الدولة الايوبية اهتموا بالاسوار حول المدن، بالحصون والقلاع، بالمدارس والمساجد، بالبيمارستان، وشجعوا العلماء والادباء. طيب ده بما تفسر مجيء الكلام ده كله احنا رجعناه، بس انا عايز اسالك سؤال عشان السؤال ده بيجي في الامتحان. هنا بيقول لك اتجاه الحملات الصليبيه على الشرق الاسلامي، يعني ليه يا قلب اخوك الحملات الصليبيه كانت بتيجي للشرق الاسلامي، او ليه كانت بتهجم علينا؟ ليه هجموا الحملات الصليبيه علينا؟ اسباب مجيء الحملات الصليبيه كانوا بسبب ايه؟ واحد، ركز، رغبه بابوات اوروبا في الاستيلاء على الاراضي المقدسه، وده سبب ديني. يبقى الحملات الصليبيه جت بسبب ايه؟ ديني. رغبه البابوات بتوع اوروبا ان هم يسيطروا على الاراضي المقدسه. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، رغبه ملوك وامراء اوروبا في انشاء امارات مستقله لهم في الشرق. عارف يعني ايه امارات مستقله لهم في الشرق؟ يعني مدن. كانوا الصليبيين عاوزين يعملوا مدن ليهم في الشرق، والاستيلاء على خيراته. ثلاثة، وده سبب ايه؟ ده سبب سياسي واقتصادي. طيب رغبة سكان أوروبا من الطبقة الدنيا في التخلص من الأزمات الاجتماعية. عارف يعني إيه الطبقة الدنيا؟ العبيد. كانت الحملات الصليبية بيشترك فيها ليه؟ العبيد عشان يهربوا من ظروفهم. أنت كده عندك سبب ديني، وعندك سبب سياسي واقتصادي، وعندك آخر سبب اللي هو سبب اجتماعي. دي من أسباب الإيه؟ من أسباب الدولة الأيوبية، أو من أسباب الهجوم الحملات الصليبية، من اسباب هجوم الحملات الايه؟ الصليبيه. ده سؤال ممكن نتوقع تلاقيه. طب السؤال الثاني، ليه الحملات الصليبيه او الحمله الصليبيه الاولى نجحت؟ نجحت بسبب ضعف الخلافه العباسيه في بغداد. نجحت بسبب كمان عدم قدره الخلافه العباسيه على السيطره على الولايات التابعه لها، وضعف الخلافه الفاطميه في مصر. فهمت؟ السؤالين دول مهمين. هنا الهدنه، هنا الكلام ده احنا كله شرحناه. خروج ثلاثه من ملوك اوروبا قلناها، عقد صلح الرمله قلناه، ائتمان سلاطين الدوله الايوبيه، قيام سيف الدين، كل الكلام ده احنا شرحناه فوق، فعشان كده مش عايز اعيده وازيد فيه. رغبه المغول في السيطره، قيام السلطان، ما النتائج الحمله الصليبيه الاولى. بص الحته دي كده، السؤال ده مهم. ايه هو؟ ما النتائج التي ترتبت على الحمله الصليبيه الاولى على الشرق الاسلامي؟ يعني اول حمله صليبيه جت عملت ايه؟ قدرت تعمل 3 امارات. قدرت تعمل ايه؟ 3 امارات. عارف يعني ايه 3 امارات؟ يعني كم مدينه؟ 3. اماره واماره واماره. اماره اسمها اماره الروها، واماره اسمها اماره انطاكيا، واماره اسمها اماره بلاد الشام. يبقى يا مستر احمد عملت كم اماره؟ 3. اماره الروها، اماره انطاكيا، اماره بلاد الشام، وعملت مملكه
اسمها مملكه بيت الايه؟ المقدس. يبقى تاني لو قال لك في الامتحان ايه النتائج المترتبه على الحمله الصليبيه الاولى، هتقول له عملت 3 امارات، اماره الرها، اماره انطاكيا، اماره بلاد الشام، ومملكه اسمها مملكه بيت المقدس. طبعا هنا معركه حطين خدناها، وهنا ملك فرنسا خدناه، النزاع بين انجلترا انا لسه قايله، عجز ملك انجلترا عن هزيمه صلاح الدين الايوبي انا قلته، وصلح الرمله تاني، وزحف المغول، دلل، الكلام ده كله ايه؟ احنا خدناه. انا عاوز شهدت الدوله الايوبيه على نهضه عمرانيه، كل الكلام ده تمام بالنسبه لي. لم يتعرض ارنولد للقوافل، كل الكلام ده شرحته. انا عايز اخش على الوحده الكام؟ الثالثه اللي هو النشاط الزراعي. صلي بقى على حضره جمال النبي وركز معايا. بص يا سيدي، هنا بيقول لك ايه في الاسئله دي اسئله بتيجي يا مستر احمد، بتيجي اكمل او بتيجي صح وغلط. بيقول لك يتنوع النشاط الزراعي تنوعا كبيرا في قاره اسيا واوروبا. تمام. بص يا سيدي، يعمل بالنشاط الزراعي في اسيا نحو الخمس، الخمس ده يعني 1/5. يبقى قاره اسيا بيشتغل فيها يا مستر احمد قد ايه؟ خمس القوى العامه. لكن قاره اوروبا بيشتغل فيها قد ايه يا مستر احمد؟ بيشتغل في قاره اوروبا 4%. كم في المية؟ 4%. يبقى تاني، اسيا بيشتغل قد ايه في الزراعه؟ الخمس، اما في اوروبا 4%. هنا بيقول لك تاتي قاره اسيا في المرتبه الايه؟ الاولى من حيث مساحه الاراضي الزراعيه، يعني اكبر مساحه اراضي زراعيه هتلاقيها ممكن تلاقيها فين؟ في قاره اسيا. طب ليه يا مستر احمد اكبر مساحه من الاراضي؟ بسبب ان هي مساحتها ايه؟ ضخمه، بسبب ان مساحتها كبيره، ده رقم واحد. يبقى بسبب ايه؟ ان اسيا او رقم واحد مساحتها ايه؟ مساحه ضخمه. تتميز اسيا بمساحه ايه؟ ضخمه. وكمان يا صديقي اسيا غير انها بتتميز بمساحه ضخمه، بتتميز بايه؟ بكثره المراعي وزياده الاساليب التكنولوجيه اهو. وزياده الاساليب التكنولوجيه اللي بتخليهم يقدروا ان هم يطوروا الارض ويزرعوها، يبقى زياده الاساليب التكنولوجيه. تأتي قارة أوروبا في المرتبة الثانية في الزراعة. يبقى آسيا نمبر 1، أوروبا نمبر 2. طيب، من أهم المحاصيل المنبهات، أنت عندك محاصيل المنبهات يعني اللي بتفوق يلا، عندك إيه؟ الشاي، لو أنت جدع خش اعمل لك كوباية شاي دلوقتي، أو البن أو الكاكاو، خش اعمل لك كوباية كاكاو. طيب، وهي محاصيل نقدية مدارية تزرع في قارة آسيا ولا تزرع في قاره اوروبا. بص بقى الكلام، بص قله الادب، بص قله الادب. انت عندك 3 محاصيل، الشاي، البن، الكاكاو، محاصيل مداريه. يعني ايه محاصيل مداريه؟ مداريه يا صديقي يعني بتحتاج درجه حراره عاليه. بتحتاج درجه حراره ايه؟ عاليه. والكلام ده يا صديقي مش متوفر في قاره مين؟ مش متوفر في قاره اوروبا. يعني اوروبا ولا بتزرع الشاي ولا بتزرع البن ولا بتزرع الكاكاو. طيب، انت عندك كمان محاصيل ذات طبيعه خاصه زي المطاط، وهو محصول مداري. يعني ايه مداري؟ لا يزرع في اوروبا. طب افرض جالك في الامتحان قال لك بما تفسر لا يزرع المطاط او الشاي او البن في اوروبا، هتقول له بسبب عدم توافر المناخ لزراعته، لان مش متاح في المناخ لزراعته، او المناخ مش ملائم لزراعتهم. طيب، السؤال اللي بعده، من اهم المحاصيل الزيتيه. الزيتيه انت عندك الزيتون، زيت الزيتون. تمام. زيت الزيتون ده يا صديقي تعالى كده، زيت الزيتون ده بيتزرع في قاره اسيا واوروبا. اما زيت النخيل اللي هو النخل بيتزرع في قاره مين؟ اسيا بس. يبقى قاره اسيا ده بيتزرع فيها زيت الايه؟ النخيل. ركز قوي في الحته دي. اما قاره اسيا واوروبا بيتزرع فيها زيت الايه؟ الزيتون. طيب، قاره اسيا هي الاولى عالميا في تدهور التربه الزراعيه. يعني ايه؟ الاراضي زي ما اسيا هي اكبر مساحه من الاراضي، وكمان اسيا هي رقم 1 في تدهور التربه، بينما قاره اوروبا تاتي في المرتبه الايه؟ السادسه من التدهور. صعبة. يبقى آسيا هي في المرتبة الأولى من حيث المحاصيل المدارية ومن حيث كمان تدهور التربة، أما أوروبا في المرتبة الكام؟ السادسة. طيب، الرعي والثروة الحيوانية، تبلغ مساحة المراعي في العالم نحو ضعف مساحة الأراضي الزراعية. يعني يا مستر أحمد، المراعي مساحتها، المراعي اللي هو الحشائش اللي بياكلها الحيوانات، المراعي مساحتها قد مساحة الأراضي الزراعية في آسيا وأوروبا كم مرة؟ مرتين. طيب، تمتلك قارة آسيا نحو ثلث مساحة مراعي العالم،
وبذلك تأتي في المرتبة الأولى. يبقى قارة آسيا عندها التلت. السؤال ده مزيكا. أنا ممكن أجيب لك في الامتحان وأقول لك آسيا تمتلك قد إيه من الأراضي؟ قد إيه من الأراضي الزراعية؟ هتقول لي خمس مساحة الأراضي في العالم الزراعي. طيب آسيا تمتلك قد إيه من المراعي؟ بتمتلك قد إيه من المراعي؟ أقول لك. تمتلك من المراعي أهو، بتمتلك من المراعي الثلث. يبقى آسيا يا مستر أحمد تمتلك، ركز معايا، آسيا بتمتلك خمس الأراضي وثلث مساحة المراعي، يعني اللي بيتربى عليها حيوانات، بينما أوروبا في المرتبة السادسة من حيث مساحة المراعي. يعني آسيا يا مستر أحمد هي في المرتبة الأولى، ولسه زي ما هي أوروبا في المرتبة الكام؟ السادسة. طيب أوروبا في المرتبة السادسة من حيث المشكلات، أوروبا في المرتبة السادسة من حيث المراعي، أوروبا رقم 1 في الأراضي الزراعية ورقم 1 في المراعي. طيب يوجد بقارة آسيا وأوروبا أعداد كبيرة ومتنوعة من الثروة الحيوانية وهنعرفهم دلوقتي، بس صبرا جميلا. نيجي للثروة السمكية. الثروة السمكية يعني الأسماك. طيب ايه يا مستر احمد قصه السمك؟ عشان انا بحب السمك. بص يا سيدي، تحتل قاره اسيا المركز الاول في الانتاج العالمي للاسماك، وتاتي قاره اوروبا في المركز الثاني. يبقى بردك رقم 1 اسيا في السمك. بص اسيا رقم 1 في كل حاجه يا اسطى عشان تبقى انت فاهم، واوروبا في المركز الثاني في السمك. تمام. طيب تسهم المصائد الطبيعيه. عارف يعني ايه المصائد الطبيعيه؟ المصائد الطبيعيه اقصد بيها البحار او المحيطات او الانهار، دي اسمها المصائد الطبيعيه، يعني الاماكن الطبيعيه اللي بصطاد منها. طيب المصائد الطبيعيه بتنتج قد ايه من السمك؟ ثلث انتاج السمكي في قاره اسيا، وثلاث ارباع الانتاج السمكي في قاره اوروبا. يعني ثلث الانتاج، ثلث السمك اللي موجود في اسيا جاي من المصائد الطبيعيه، وثلاث ارباع السمك اللي جاي من اوروبا جاي من من المصائد الطبيعيه. ثلاث ارباع الاسماك في قاره اوروبا، وثلث الانتاج السمكي فين؟ في قاره اسيا. من اهم مناطق الصيد البحريه منطقه شمال شرق وجنوب شرق اسيا. اكتر منطقه بيصطادوا فيها هي ايه؟ هي شمال شرق وجنوب شرق اسيا. اهي جنوب شرق قاره اسيا، وهنا شمال شرق قاره مين؟ اسيا. صعب يا سيدي؟ لا. يبقى انت عندك يا مستر احمد شمال شرق اسيا جنوب شرق اسيا، دي في منطقه صيد الاسماك. طيب تتمثل المصايد الداخليه، المصايد الداخليه اللي هي اسمها المصايد القاريه. يبقى انت عندك نوع من المصايد. المصايد يا مستر احمد الطبيعيه، تمام، بتنقسم لمصايد اسمها المصايد الطبيعيه اللي هي البحار والمحيطات. في عندك بتنقسم حاجه اسمها المصايد الداخليه. يعني ايه المصايد الداخليه؟ يعني جوه القاره. علشان اصطاد منها لازم ادخل جوه القاره، مش على الطراطيف، ما اطلعش البحر ما اطلعش المحيط، لا ادخل لجوه. طب ايه الحاجه اللي جوه القاره اللي ممكن اصطاد منها؟ والله بيقول لك رقم 1 الانهار، ده رقم 1، ورقم 2 البحيرات المنتشره داخل القارتين. طيب ده رقم 1. رقم 2 تسهم المزارع السمكيه بقاره اسيا ثلثي الانتاج من الاسماك، بينما تسهم بقاره اوروبا ربع الانتاج. بص ثلثي وربع دي احتمال ما تجيش، فما تركزش عليها قوي على قد ما تركز على الباقي. بص بقى انا عايز هناك منك ايه؟ هنا بيقول لك تبذل قاره اسيا واوروبا جهودا كبيرا لتنميه الزراعه والثروه الحيوانيه والسمكيه. طيب اوروبا واسيا، وده سؤال يجي لك في الامتحان يقول لك بما تفسر. على فكره يقول لك في الامتحان بما تفسر او دلل. قاره اسيا واوروبا بتحتاج جهود كبيره. تحتاج ايه؟ جهود كبيره عشان انمي الزراعه والثروه الحيوانيه. هتقول له 1 تشجع الزراعه الرقميه، تشجيع على الزراعه الرقميه والزراعه العضويه. الزراعه الرقميه دي اللي انا بستخدم فيها اساليب ايه؟ حديثه. والزراعه العضويه هقول لك عليها برضو كمان شويه. استحداث اصناف ومحاصيل مقاومه للجفاف والملوحه، وتطبيق انظمه الري المتطوره، يعني يهتموا بالري. 3 تحسين السلالات الحيوانيه. عارف يعني ايه تحسين السلالات الحيوانيه؟ يعني يجيبوا البقر يجوزوهم لبعض،
ويجيبوا نوع بقر نضيف، او يجيبوا الجواميس يجوزوها لبعض ويجيبوا نوع كويس، فاهمني؟ يبقى تحسين السلالات، وكمان مقاومه للجفاف، وتشجيع الزراعه الرقميه والزراعه العضويه. طيب دعم الرعي المستدام الذي يلزم في الحفاظ على التنوع البيولوجي ومساعده الرعاة في اتخاذ قرارات علميه لاداره الاراضي وتطوير ممارسات مستدامه. بص، اول ما تجيلك دي قول له: 1 تشجيع الزراعه الرقميه، 2 استخدام محاصيل مقاومه للجفاف، 3 حسن السلالات الحيوانيه، 4 دعم الرعي المستدام. ايه هو الرعي المستدام؟ ده رعي بيحافظ على التنوع البيولوجي. يعني ايه؟ تفضل تهتم بالحيوان، والحيوان صحته تتطور على المدى البعيد ويبقى معاك على طول هو وعياله. طيب هنا دعم صغار الصيادين علشان يشجعوك على الاستزراع السمكي ودعم الاستزراع السمكي. يبقى انت عندك يا مستر احمد كام حاجه لحد دلوقتي قاره اسيا واوروبا بيعملوها؟ 1 تشجيع الزراعه الرقميه، 2 ادخال محاصيل مقاومه للجفاف، 3 تحسين السلالات الحيوانيه، 4 دعم الرعي المستدام، 5 دعم صغار الصيادين. الكلام حلو مش وحش. هنا يقول لك ايه تعريف الزراعه المختلطه؟ الزراعه المختلطه دي اللي هي موجوده في مصر، هي زراعه قيام المزارعين بالزراعه وفي نفس الوقت تربيه الحيوانات والدواجن لاغراض التجاره والاستهلاك المحلي. يعني ايه يا مستر احمد؟ يعني بيزرعوا وبيربوا حيوانات جنبيها زي المزرعه السعيده كده. طيب يعني ايه الزراعه الرقميه؟ تحويل الزراعه التقليديه الى نظام زراعي ذكي يعتمد على التقنيات الرقميه. انا بص بدل ما اهرق عليك وتهري عليا وازيد عليك وتزيد عليا، اول ما يجي لك في الامتحان الزراعه الرقميه قول له تحويل الزراعه التقليديه الى زراعه ذكيه. تحويل الزراعه التقليديه الى زراعه ذكيه ليه؟ لتحقيق الامن الغذائي. شكرا. تحويل الزراعه التقليديه لزراعه ذكيه لتحقيق الامن الغذائي. ما تفضلش تتعب نفسك بقى. هنا بقى يا مستر احمد انواع الزراعه دي مهمه، مهمه جدا يا مستر. طيب عندك زراعه اسمها الزراعه البسيطه او البدائيه، ودي موجوده في جنوب شرق اسيا، ومساحه الاراضي بتاعتها مساحه صغيره. الزراعه البسيطه دي اللي انت بتعملها في البلكونه، هزرع فجل، هزرع زرعه نعناع، دي اسمها الزراعه البسيطه. طب انت عندك الزراعه الكثيفه. ايه الزراعه الكثيفه؟ الزراعه الكثيفه يعني بزرع الارض كتير، هي زراعه الارض اكثر من مره، وبتنتشر في المناطق الفيضيه في قاره اسيا، وتوجد بمساحات محدوده في قاره اوروبا. طيب هنا نيجي للزراعه اسمها الزراعه الواسعه. ايه تعريف الزراعه الواسعه؟ هي زراعه تكون في مناطق سهليه واسعه، على فكره بستخدم فيها احدث الاساليب او اساليب حديثه، موجوده في قاره اسيا. فين وفين؟ كازاخستان واوزبكستان. دوله مين؟ كازاخستان واوزبكستان، دي زراعه واسعه. طيب في قاره اوروبا اوكرانيا وروسيا الاتحاديه. يبقى تاني في قاره اوروبا مين ومين؟ اوكرانيا وروسيا الاتحاديه. نيجي يا مستر احمد لزراعه اسمها الزراعه المختلطه. ايه الزراعه المختلطه اللي لسه شرحها لك؟ الزراعه المختلطه ان بربي حيوانات وفي نفس الوقت بربي ابقار وبربي معيز وبربي، دي اسمها الزراعه الايه؟ المختلطه. تنتشر في مساحات كبيره زي روسيا الاتحاديه وزي تركيا وزي اوكرانيا والمانيا. تتميز المناطق الزراعه المختلطه بارتفاع اعداد السكان وانتشار المدن المليونيه. دي بتيجي في الامتحان، مهمه. ايه هي؟ يقول لك في الامتحان ايه هي الزراعه اللي مجاوره للمدن المليونيه؟ المدن المليونيه يا شباب عشان تبقى انت فاهم، المدن المليونيه دي هي مدن بيزيد سكانها عن 1,000,000 انسان. طيب الزراعه الواسعه بيتم فيها استخدام الالات الحديثه وبتحتاج لراس مال. اما الزراعه الكثيفه انا بزرع الارض اكتر من مره او مرتين في العام الواحد. هنا انت عندك محاصيل الحبوب. اهم المحاصيل الزراعيه هي القمح، تمام، واكثرها انتشارا. عندك قمح، رز، ذره، الشلم ده يشبه القمح على فكره. طيب انا عايز يا مستر احمد اعرف اولى الدول في انتاج ده واولى الدول في انتاج ده. هنا هنقول القمح، قمح، رز، ذره، شلم. اهو هعملها لك هنا دلوقتي. القمح والارز والذره والشلم، يبقى كام حاجه؟ قمح، رز، ذره، شلم. القمح تمام تحتل المرتبه الاولى الصين، وراها الهند، احفظ الصين. الرز اولى الدول الهند. الذره اولى الدول يا مستر احمد، اهم الدول المنطقه الصين، هي الثانيه عالميا على فكره.
الصين في المرتبه الثانيه في انتاج الذره، اولى الدول عالميا ومش عليك هي الولايات. الشلم اللي شبه الايه؟ اللي شبه القمح، اهم الدول المنتجه ليه هي الصين. يبقى قمح الصين، رز الهند، ذره الصين، شلم الصين، صين هند صين صين، صين هند صين صين. لو انت برنس كده قول لي بقى الحبوب الغذائيه دي تحت في الفيديو، قول لي تعريفها، قول لي يا مستر احمد القمح من اهم المحاصيل، طب الرز من اقل اهميه، الذره، وقول لي اولى الدول في انتاج كل دوله، تبقى انت برنس وانا نفسي هرد عليك. طيب يا مستر احمد يا قلبي، لو قال لي في الامتحان يا مستر احمد تاتي في المرتبه الثانيه هي قاره اوروبا، اهم الدوله المنتجه ليه هي روسيا في اوروبا. طيب اهم الدول المنتجه يا مستر احمد للرز هي ايطاليا في اوروبا، اهم الدول في اوروبا في الذره اوكرانيا والشلم المانيا. نيجي للمحاصيل الذرانيه، ركز معايا، البطاطس بتتزرع فين؟ بتتزرع يا مستر احمد في دولة الصين، انتاج في دولة الصين في اسيا. البطاطا برضك بتتزرع في الصين في اسيا، يبقى البطاطس والبطاطا في دولة الصين. ولكن خد بالك البطاطا يالا من المحاصيل المدارية، وانا قلت لك المحاصيل المدارية لا تزرع في قارة مين؟ لا تزرع في قارة اوروبا. يبقى انت كده ضيف عندك بقى الشاي والبن والكاكاو والبطاطا ما بتتزرعش في قارة اوروبا علشان هي محاصيل مدارية. طيب اللي بعده، انت عندك المحاصيل السكريه في قاره اسيا واوروبا، زي قصب الايه؟ السكر او البنجر. قصب السكر يا صاحبي يزرع في المناطق المداريه، تحتل المركز الاول عالميا، اهم الدول المنتجه ليه هي الهند. ده مين ده؟ قصب السكر. وعلى فكره قصب السكر ما بيتزرعش في اوروبا علشان محصول مداري. البنجر بيتزرع في اوروبا وبننتج منه السكر برضه، دي اسمها محاصيل سكريه، واولى الدول هي روسيا. طيب الثروه الحيوانيه، البقر الهند عشان الديانه الهندوسيه بتاعتهم، في قاره اوروبا روسيا. الجاموس 98% من اعداد الجاموس موجوده في الهند عشان بتجوز البقر. طيب وبينطر تربيتها في قاره اوروبا، يعني ما فيش جاموس في اوروبا، اوروبا ما فيهاش جواميس. طيب الاغنام والماعز يا صاحبي، الاغنام والماعز انت عندك الهند والصين، ويوجد بها اما في قاره اوروبا 10% بس من الغنم والمعيز. الابل اللي هي الجمال موجوده في قاره اسيا مش موجوده في قاره اوروبا. عارف موجوده فين في اسيا؟ في السعوديه وباكستان. الفراخ اللي هو الدجاج موجوده في الصين وموجوده في روسيا، اولى الدول الصين، اولى الدول روسيا. لازم تحفظ اولى الدول غصب عني وعنك، غصب عني وعنك، حاول ان انت تحفظها. طيب هنا بيقول لك ايه؟ السؤال الاولاني بيقول لك انخفاض نسبه العاملين في النشاط الزراعي في قاره اوروبا. ليه يا مستر احمد الناس اللي شغاله في النشاط الزراعي قليلين في قاره اوروبا؟ هتقول بسبب استخدام الاساليب العلميه الحديثه. طيب السؤال اللي بعده، هنا انا ده قلته تحويل الصين واليابان مساحات، ماشي. بص يا سيدي، الزراعه على ايه؟ الزراعه على الجبال، على منحدرات الجبال. في دول بتزرع على الجبال زي مين؟ زي الصين واليابان والفلبين واندونيسيا. يبقى الصين واليابان والفلبين واندونيسيا دول بتعمل ايه؟ بنزرعها على الجبال. ليه بيزرعوا على الجبال؟ بسبب الاعداد الكبيره من السكان. طيب انا ده كمان شرحته وده شرحته، ده قلته تساهم قاره اسيا بنسبه ضئيله من محصول الرز. لان لو قال لك في الامتحان ليه قاره اسيا بتطلع نسبه قليله مع انها من اولى القارات في انتاج الشيء، قول له بسبب الاستهلاك المحلي لان احنا بناكله. طيب اهميه اقتصاديه للمطاط، المطاط يا صديقي بيخش في صناعه ايه؟ في صناعه اطارات السيارات. طب يا مستر هي اولى الدول العالم في انتاج المطاط مين؟ هي دوله تايلاند. تمام. طيب تحتل قاره اسيا المركز الاول في عدد الابقار ليه؟ بسبب اتساع المراعي، انا قلت لك بسبب اتساع المراعي وبسبب تنوعها وبسبب كمان انها بتهتم بالرعايه البيطريه يعني رعايه الحيوانات. ده احنا كمان قلناه. تحول مساحات كبيره من الاراضي، ده قلناها. تحتل قاره اسيا، تواجه التربه الزراعيه، الكلام ده كله احنا قلناه. فانا عاوز ايه؟ اخش لك على حاجه قويه. بص يا سيدي، صلي على النبي واهدى كده وقول هديت. واحد، ده نهر اليانجستي، تمام؟ ده نهر اليانجستي. اتنين، دي بص 7 ديت دولة الهند اهو.
الهند. ده نهر الجنج وده نهر السند. ده نهر الايه؟ الجنج. ده نهر السند. 6 ده نهر دجله والفرات. 6 نهر ايه؟ دجله والفرات. 7 يا مستر احمد دي احنا قلنا ديت الهند. طيب 8 الصين. فين 8 اهي؟ دي دوله الايه؟ الصين. طيب 9 هي فين يا عم؟ اهو 9 ديت السهل الاوروبي العظيم. انا عايز اعرف بس هم طالبين منك ايه؟ 10 فين 10 ايه؟ ده نهر الفولجا بيصب في بحر قزوين. طيب الخريطه دي كده اهم حاجه يا اسطى. وطبعا لو جالك بص، لو جالك خريطه في الامتحان، لو جات لك خريطه في الامتحان هيقول لك اولى الدول، يعني مثلا هنا اولى دول العالم في انتاج القمح مين؟ ده الصين. طيب هيقول لك اولى الدول في انتاج الرز مين؟ الهند. انت ممكن ما تبصش على الخريطه، انت لو جالك هنا علم لك وقال لك اولى دول العالم في انتاج القمح الصين، اولى دول العالم الاسيويه مثلا في انتاج مين؟ في انتاج الرز، بس لازم تبص تكون اسيا، او اولى الدول في اسيا او دول الاسيويه انتاجا للرز، هتقول مثلا مين؟ الهند. طب الاوروبيه ايطاليا. فانت لازم تحفظ اولى الدول عشان بتيجي في الخريطه، مهمه. طيب هنا نفس الكلام اولى الدول. ندخل بقى هنا يا صديقي على النشاط الصناعي والتجاري في قاره اسيا. ندخل في النشاط الزراعي والتجاري في قاره ايه؟ اسيا. هنا بقى يا صديقي بنتكلم عن الدرس الثاني وهو الصناعه والنشاط الصناعي والتجاري في قاره مين؟ في قاره اسيا واوروبا. طيب السؤال هنا بقى ايه يا صاحبي؟ بس السبوره تقيله سنه. السؤال هنا بقى بيقول لك ايه هي يا مستر احمد انواع الصناعه؟ انت عندك صناعه اسمها صناعه استخراجيه وصناعه اسمها تحويليه. الاستخراجيه ايه هي؟ استخراجيه يا صاحبي يعني انا بطلع وببيع. اول حاجه عندك في الصناعه الاستخراجيه اسمها الصناعه التعدينيه واستخراج البترول والغاز الطبيعي. عندك دي رقم 1. عندك رقم 2 صناعه اسمها الصناعه الخشبيه. عندك رقم 3 صناعه اسمها صناعه عصر الزيوت. اول حاجه الصناعه التعدينيه وهي دي اول يعني استخراج البترول والغاز الطبيعي والمعادن، واولى الدول فيها هي الصين في اسيا، وفي اوروبا هي روسيا الاتحاديه. اما الصناعه الخشبيه فتوجد في دوله بردك الصين، وفي اوروبا توجد في المانيا. صناعه عصر الزيوت بقى موجوده في قاره اسيا. طيب اكتر دوله بتنتج زيوت في اسيا هي مين يا مستر احمد؟ هي اندونيسيا. هي مين؟ اندونيسيا. اما بالنسبه لقاره اوروبا هي روسيا الاتحاديه. طيب الصناعه الثانيه يا مستر احمد اسمها صناعه ايه؟ اسمها الصناعه التحويليه. الصناعه التحويليه يعني بحول من حاجه لحاجه. بطاطس بعملها شيبسي، حديد بعمله عربيه او بعمل منه قطر. عندك الصناعه التحويليه نوعين، يا اما صناعه تحويليه خفيفه يا اما صناعه تحويليه تقيله. نبدا بالصناعه التحويليه الايه؟ الخفيفه. التحويليه الخفيفه زي الصناعات الغذائيه، السكر وتعليب الفاكهه وغزل والنسيج والسجاد، تمام. وموجوده الصناعات دي في كل قارات اسيا واوروبا. دي الصناعه التحويليه الخفيفه علشان ما فيش دوله تقدر تستغنى عنها. يعني محدش يقدر يستغنى عن الصناعات الغذائيه او غزل والنسيج اللي هو القماش او صناعه السجاد او الجلود. يبقى الصناعات التحويليه الخفيفه موجوده في كل قارات اسيا، كل دول قاره اسيا واوروبا. الصناعه التحويليه الثقيله بقى ما امثلتها ايه؟ هي الصناعات الكيميائيه والصناعات البتروكيماويه والمطاط والصناعات المعدنيه زي الحديد والصلب والالومنيوم، وكمان موجوده في دول زي الصين واليابان والمانيا وفرنسا، ده في الدول الاوروبيه. طيب يا مستر احمد ايه الاقاليم والمناطق الصناعيه في قاره مين؟ اسيا. بص يا سيدي، الاقاليم والمناطق الصناعيه يعني مناطق عندها مصانع، يعني مناطق هي ايه تعريف الاقليم الصناعي؟ هي مساحه جغرافيه كبيره تضم مجموعه من المصانع تتخصص في منتج واحد او في مصنع او في صنع شيء واحد. انت عندك في اسيا في 3 مناطق صناعيه، يا اما الصين يا اما اليابان يا اما كوريا الجنوبيه. اللي عايزك تحفظه هنا بقى ايه؟ الصين هي اكبر قوه صناعيه في العالم. اليابان في المركز الثالث عالميا، احفظ الكلام ده، هي في المركز الثالث من اهم 3 مناطق، هي المركز رقم 3 على مستوى الايه؟ العالم. كوريا الجنوبيه في المركز الخامس. يبقى لو قال لك في الامتحان ايه هي المنطقه الصناعيه اللي في المركز الخامس، هتقول له كوريا الايه؟ هتقول له كوريا الجنوبيه. لكن في المركز الثالث هتقول له اليابان. لكن اكبر المناطق الصناعيه او اكبر قوه صناعيه في العالم هي الصين. طيب بالنسبه يا مستر احمد لقاره اوروبا، قاره اوروبا انت عندك اقليم يا اما شرق اوروبا،
شرق اوروبا بتصنع يا اما غرب ووسط اوروبا بتصنع. طيب شرق اوروبا يا مستر احمد فيها منطقتين، نركز، شرق اوروبا فيها كم منطقه؟ 2، يا اما القوقاز يا اما جبال الاورال. يبقى يا اما ايه يا اما ايه؟ يا اما منطقه القوقاز او منطقه جبال الاورال او منطقه ثالثه اسمها منطقه دونيتسك او دونيتسك، دي منطقه في اوكرانيا. يبقى انت كم منطقه في اقليم شرق اوروبا يا مستر احمد؟ حوالي 3 مناطق، القوقاز وجبل الاورال ودونيتسك الصناعيه في اوكرانيا. ال3 مناطق دول ده في شرق اوروبا. يجي يقول لك كده ينقسم اقليم شرق اوروبا الى نقط منطقه صناعيه، هتقول له القوقاز وجبال الاورال ودونيتسك الصناعيه. طيب اقليم غرب ووسط اوروبا الصناعي يضم عده مناطق صناعيه زي منطقه الرور غرب المانيا او الرول، وعندك كمان منطقه حوض لندن في جنوب المملكه المتحده، ومنطقه اللورين في شمال شرق فرنسا. يبقى يا مستر احمد غرب ووسط اوروبا الصناعي عندك منطقه الرور وعندك منطقه حوض لندن ومنطقه اللورين شمال شرق فرنسا. طيب اللي بعده من حيث التجاره، بص يا سيدي، يعد النشاط التجاري من الأنشطة المهمة في اقتصاد عديد من دول قارة آسيا وأوروبا. زي إيه؟ تعال أقول لك. أنت عندك تجارة السلع، وعندك نوع تاني من التجارة اسمه تجارة الخدمات. إيه هي تجارة السلع؟ تجارة السلع ديت يعني صادرات وواردات. أما تجارة الخدمات التجارية والدولية ديت بتنقسم ل4 حاجات، ركز معايا. يعني إيه تجارة خدمات؟ زي النقل، دي اسمها تجارة الخدمات اللي هو الأتوبيسات والميكروباصات والكلام ده. طيب تجارة السفر اسمها تجارة الخدمات، بسافر حاجة اللي هو بتاجر عن طريق السفر، اللي هو ابعت لك منتجات أو ابعت لك حاجة. الخدمات المتعلقة بالسلع والخدمات التجارية الأخرى. يبقى مستر أحمد أنت عندك في التجارة نوعين، يا إما تجارة السلع يا إما تجارة الخدمات. طيب أوروبا هي تحتل المرتبة الأولى عالميا في تجارة الخدمات، وراها قارة آسيا في المركز الثاني. تمام يا شباب؟ طيب انت هنا عندك حاجه اسمها الثوره الصناعيه. الثوره الصناعيه مهمه جدا على فكره، وهيجي لك ثوره صناعيه في الامتحان وعلى تحدي. انت عندك الثوره الصناعيه ايه تعريفها؟ هي تحولات علميه وتكنولوجيه في طرق الصناعه تحول الانتاج الصناعي من خلالها من الاساليب البدائيه في الحرف التقليديه الى الاساليب التكنولوجيه. يعني ايه يا مستر احمد؟ تاني، الثوره الصناعيه هي تحولات علميه في طرق الصناعه، حولت الصناعات البدائيه، يعني بدل ما كنت بشتغل يدوي وبدائي الى اساليب تكنولوجيه بهدف زياده الانتاج. يبقى تاني، ايه تعريف الثوره الصناعيه؟ اختصرها كده، هي تحولات علميه في الطرق الصناعيه غيرت من صناعات بدائيه الى صناعات تكنولوجيه بهدف زياده الانتاج. طب ايه تعريف الاقليم الصناعي؟ انا لسه قايله فوق، هو مساحه جغرافيه كبيره تضم مناطق صناعيه. لخصها لنفسك كده، تمام؟ مالها يا مستر احمد؟ متنوعه من هي مساحه جغرافيه كبيره، تمام، تتكون من مناطق صناعيه، حلو، تتكامل مع بعضها البعض في صناعه معينه. هي منطقة جغرافية كبيرة تضم مناطق صناعية تتكامل مع بعضها البعض في صناعة معينة، يعني منطقة فيها مصانع بتتخصص في صناعة معينة. انت عندك الثورات الصناعية، وده مهم جدا 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 جدا. انت عندك 5 ثورات صناعية، يعني 5 مرات التكنولوجيا بقت حديثة، بقت متقدمة. أول ثورة صناعية كانت في نهاية القرن ال18 الميلادي. عارف يعني إيه نهاية القرن ال18 الميلادي؟ نهاية القرن ال18 الميلادي يا صديقي، القرن ال18 يعني سنة 1700، في نهايته يعني في نهاية 1700 حاجة مثلا حاجة و90، 1700 حاجة و90 من سنة، في القرن بتاع القرن ال18، تمام، حصلت الثورة الصناعية الأولى علشان يخترع عالم اسمه جيمس وات، يخترع محرك أو آلة بتشتغل بالبخار. طيب دي الثورة الصناعية الأولى. الثورة الصناعية الثانية كانت في القرن العشرين، استخدمنا فيها الطاقة الكهربائية، يعني بدل ما كانت تشتغل بالبخار خليناها تشتغل بالكهرباء، مكنه بتشتغل بالكهرباء. الثوره الصناعيه الثالثه كانت في السبعينيات من القرن العشرين. هنا بدايه القرن العشرين يا صديقي، تعال اقول لك، بدايه القرن العشرين يعني سنه 1900، تمام. طيب هنا في السبعينيات من القرن العشرين يعني 1970. ايه اللي حصل؟ بدا نكتشف الانترنت ونكتشف الالكترونيات والتكنولوجيا، ده في الثوره الصناعيه كام؟
الثالثه. الثوره الصناعيه الرابعه بدات في القرن الحادي والعشرين، الحادي والعشرين يعني من سنه 2000. من سنه 2000 بدات الايه؟ بدات الثوره الصناعيه الكام؟ الرابعه. طيب الثوره الصناعيه الرابعه هي ثوره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والروبوتات، بدا بقى نخترع الروبوتات والذكاء الاصطناعي وهكذا. الثوره الصناعيه الخامسه ظهر كمصطلح في 2017. عارف الثوره الصناعيه الخامسه دي معناها ايه؟ معناها ان احنا عاوزين نساوي بين الالات وبين البني ادمين، يعني شغل البني ادمين او شغل البشر ما يغطيش ما يلغيش الالات، وشغل الالات ما يغطيش ما يخلينا نستغنى عن البشر، يبقى في تكافؤ. دي معنى الثوره الصناعيه الخامسه، عاوزين يعملوا تكافؤ بين الانسان والالات. طيب كده 5 ثورات صناعيه. خش على اللي بعده. هنا بما تفسر تاخر انتقال الثوره الصناعيه الاولى الى الدول الاسيويه بسبب الاستعمار الذي احتل معظم الدول. ليه الثوره الصناعيه الاولى ما راحتش الدول الاسيويه زي الصين والخ؟ هتقول له بسبب ايه؟ بسبب ان الاستعمار كان محتل المناطق ديت. طيب اعتماد المفوضيه الاوروبيه مصطلح الثوره الصناعيه الخامسه عشان زي ما انا قلت لك تحقيق التوازن بين الانسان والتكنولوجيا. الثوره الصناعيه الخامسه دي يعني اول ما تجي لك ثوره صناعيه خامسه قول له هنحقق التوازن بين الانسان والتكنولوجيا. طيب تشتهر منطقه اللورين شمال شرق فرنسا اللي هي في اقليم شرق وغرب شرق اوروبا. تشتهر منطقه اللورين بانتاج او بصناعه الحديد والصلب من الصناعات الكيميائيه. هتقول له بسبب توفر خامات الحديد اللازمه لصناعه الحديد والصلب ووجود الرواسب الضخمه من الاملاح والبوتاسيوم اللازم للصناعات الكيميائيه. طيب منطقه الدونيتسك في اوكرانيا بتنتج ايه؟ بتنتج يا مستر احمد، بص هنا بيقول لك منطقه اكبر مصانع فيها اكبر مصانع حديد ومصانع القطارات اللي هي دونيتسك في اوكرانيا بتصنع القطارات. ليه؟ بسبب قربها من حقول الفحم، ان عندها فحم وحديد. طيب اللي باقي دوت احنا شرحناه. تحول الانتاج الصناعي ده تمام. غنيه منطقه اللورين، انت ركز على الرن والدونيتسك عشان مهمين. عاوزين نخش الخريطه دي اللي انا بقول لك عليها بقى. احفظ الدول واماكنها موجوده فين. طيب فتلاقي عندك في الكتاب واحنا راجعنا عليها قبل كده وكمان براجع لك عليها تاني اهو. بص المناطق الصناعيه في الصين اهي، تمام. 2 فين؟ دي المناطق الصناعيه في اليابان، تمام. 3 ديت كوريا الجنوبيه. طيب انت عندك رقم 4 فين؟ 4 اهي، دي منطقه الرول غرب او منطقه الرول ديت غرب المانيا اللي هي رقم 4 ديت. عندك منطقه 5 ديت حوض لندن، حلو. ومنطقه 6 ديت اللورين برضو، بس ايه يا مستر احمد؟ شمال شرق فرنسا. نخش على النشاط الايه؟ السياحي. انت عندك عشان تعمل سياحه انت محتاج مقومات طبيعيه ومحتاج مقومات بشريه. يعني ايه مقومات طبيعيه يا مستر احمد ويعني ايه مقومات بشريه؟ يعني محتاج حاجات طبيعيه ربنا سبحانه وتعالى اللي مخلقها، ومحتاج حاجات بشريه انت اللي عملتها. نبدا بالمقومات الايه؟ الطبيعيه. صلي بقى على النبي. المقومات الطبيعيه يا مستر احمد موقع جغرافي، مظاهر سطح يعني جبال وهضاب، مناخ حياه نباتيه، دي حاجات طبيعيه، لازم يبقى عندك مناخ كويس، لازم يبقى عندك حياه نباتيه، مظاهر سطح وموقع جغرافي. طب المقومات البشريه محتاج مواقع تاريخيه واثريه، محتاج تنوع اجتماعي وثقافي. عارف يعني ايه مواقع تاريخيه؟ لازم يبقى عندك مواقع اثريه. محتاج تنوع اجتماعي وثقافي، يبقى عندك ثقافه متنوعه. محتاج شبكات للبنيه التحتيه، يعني ايه البنيه التحتيه؟ المجاري والحاجات دي كلها يبقى عندك شبكات ليها. محتاج تسهيلات الضيافه والاقامه، يعني محتاج فنادق وقرى سياحيه. طيب هنا بيقول لك ايه؟ تتميز عديد من مناطق قاره اسيا واوروبا باعتدال المناخ معظم ايام السنه، لذلك ياتي اعداد كبيره من السائحين اليه. في شويه مناطق في قاره اسيا وفي قاره اوروبا درجه الحراره فيها معتدله، وبالذات قاره اوروبا. تتنوع مظاهر السطح في قاره اسيا واوروبا تنوعا واضحا من مساعد على تنوع انماط السياحه به. انا عاوز المناطق. بص يا سيدي، ثلاث مناطق حضرتك قديمه اهم المقومات تميز قاره اسيا واوروبا. لا انا عايز اجيب لك المناطق علشان تيجي في الامتحان. تمام. بص يا سيدي اهو امثله لمواقع التراث العالمي. دي بقى انا عايزها. ليه بقى يا مستر احمد؟ تعال اقول لك.
انت عندك امثله لمواقع التراث العالمي. يعني ايه مواقع التراث العالمي؟ احنا طبعا عارفين يا صديقي ان قاره اوروبا هي يا مستر احمد من اكتر القارات بين العالم اللي ايه اللي فيها يا مستر احمد او بيجي لها عدد مواقع، عدد سياح كبير قوي. ليه؟ عشان قاره اوروبا بتحتلها المركز الاول من حيث ايه؟ من حيث المواقع الاثريه، فيها مناطق اثريه كبيره جدا. ده مين دي يا مستر احمد؟ اوروبا. وكمان اوروبا فيها عدد سائحين كتير. طيب امثله لمواقع التراث العالمي يعني ايه؟ يعني ايه يا مستر احمد؟ بيقول لك في اسيا في مدينه اسمها مدينه البتراء، وفي مدينه القدس القديمه واسوارها، وفي محميات دب الباندا سيشوان العملاق. يعني انت يا مستر احمد عايز تقول لي في ناس بتروح في اسيا عشان تشوف الكلام العبيط ده؟ مدينه اسمها مدينه البتراء، ومدينه القدس طبعا لا نفسي اروحها ابص عليها بصه، ومحميات دب الباندا كان اسمها سوشيان العملاق. طيب في اوروبا عندك ايه؟ عندك مدينه البندقيه، وعندك حديقه فتناكوكول الوطنيه، وعندك المساكن المعلقه حول جبال قلبي يا صديقي. يبقى اوروبا انت عندك 3 حاجات بيحب يزورها دي المواقع في التراث العالمي، وفي اسيا رقم 3 حاجات. يعني مين هيروح يسافر اسيا عشان يشوف دب باندا؟ انت عايز تروح تسافر اسيا عشان تشوف دب باندا؟ مش عارف، حاجات غريبه والله. طيب اهم المشكلات اللي بتواجه السياحه، ويلا بينا. ايه هي مشكلات السياحه في قاره اسيا؟ ضعف شبكات البنيه التحتيه والنقل الجوي في عديد من الدول. بص، في دول في اسيا ما عندهاش نقل جوي، وما عندهاش بنيه تحتيه اللي هي شبكات مترو او الصرف الصحي، مش موجوده. تمام، زي كمبوديا وزي افغانستان وزي اليمن. طيب صعوبه الحصول على التاشيرات السياحيه. في دول في اسيا ما بيدولكش تاشيرات سياحيه، عشان تطلع التاشيره وتسافر دي قصه كبيره. وارتفاع تكاليف الرحله السياحيه. عشان تسافر مثلا هناك انت محتاج ايه؟ انت محتاج مصاريف كتير جدا عشان تروح لاسيا. يبقى مستر احمد ارتفاع التكاليف، صعوبه الحصول على التاشيره، ضعف شبكات البنيه التحتيه زي كمبوديا وافغانستان واليمن، ضعف حملات التسويقيه، ما فيش حد هناك بيسوق لدول وسط اسيا، يعني يصور وينزل مثلا، وجود بعض المشكلات السياسيه في بعض الدول زي لبنان والعراق وافغانستان. لبنان خربانه هي والعراق، وافغانستان نفس الكلام. فانت مين هيروح هناك؟ لان هناك بلاد هناك الدنيا بايظه. يبقى لو قال لك في الامتحان في مشكلات في قاره اسيا، هتقول له ضعف شبكات البنيه التحتيه، صعوبه الحصول على التاشيره، ارتفاع تكاليف الرحلات، ضعف الحملات التسويقيه، وجود بعض المشكلات. طيب في قاره اوروبا بيقول لك الازدحام الشديد في عديد من المدن السياحيه زي روما وباريس وبرشلونه. طب يا مستر احمد انت عندك في اوروبا مزدحمه جدا، وارتفاع معدلات الانبعاثات الكربونيه بسبب كثره رحلات السفر. يبقى انت يا مستر احمد عندك رقم 1 الازدحام الشديد، رقم 2 ارتفاع معدلات الانبعاثات الكربونيه. الكربون هناك او ثاني اكسيد الكربون او كربون اكسيد دوت مرتفع هناك، التلوث مرتفع المفروض في اوروبا، فده غلط. تمام. عدم استقرار السياسي والامن في بعض المدن السياحيه بسبب الحروب، مثل الحرب الروسيه الاوكرانيه. يعني يا مستر احمد انت عندك بعض المدن مش قادرين نروح لها زي اوكرانيا وروسيا. ليه؟ علشان في حرب ما بينهم اسمها الحرب الروسيه الاوكرانيه. طيب صلي بقى على النبي. الجهود التي تبذلها الدول الاسيويه الاوروبيه لتنميه السياحه. اسيا واوروبا بيعملوا عشان ينموا السياحه؟ بيقول لك رقم 1 التوجه للسياحه المستدامه بتقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والاعتماد على الطاقه النظيفه. السياحه المستدامه ده ان هم يخلوا الفنادق تشتغل بالطاقه الشمسيه. طيب تشجيع السياحه البيئيه ووضع قواعد صارمه لممارسه السياحه في الحفاظ على البيئه. مع الحفاظ على البيئه يعني ايه؟ يعني نبدا ان احنا نشجع السياحه البيئيه، نخلي السياح ييجوا يزوروا المناطق البيئيه او المناطق الخلابه. ايه كمان؟ تحديث وتطوير البنيه التحتيه، اطلاق نظام التاشيره الالكترونيه زي الامارات وتركيا. الامارات وتركيا بدأوا ان هم يطلعوا تاشيره اسمها التاشيره الالكترونيه، ممكن تطلع جواز السفر او تاشيره السفر من عن طريق النت. طيب ايه تاني يا مستر احمد؟ صلى على النبي. انت عندك كمان السعي لتطبيق التاشيرات الموحده بين مجموعه من الدول. في دول بدات انها في اسيا وفي اوروبا بدأوا من نفسهم تاشيره واحده، يعني انت لو خدتها تقدر تزور الدول دي كلها. طيب اللي بعده يا مستر. تعد قاره اوروبا من اكثر قارات العالم جذب للسياح. ليه؟ احنا قلنا بسبب موقعها الجغرافي، تنوع مظاهر السطح، بسبب مناخها المعتدل لا حر ولا سقعه، تنوع النباتات والحيوانات فيها، كمان تطور بنيتها التحتيه. تمام. وفود السائحين الى مناطق شرق اسيا وسواحل ليه السياح بيحبوا يروحوا شرق اسيا وسواحل بلاد الشام؟ بسبب اعتدال المناخ فيها. طيب دي سهله سهل تحرك السائحين من مكان لاخر
ماشي. كليوباترا واحده من اشهر المواقع. ماشي. بص هنا بيقول لك ليه مدينه البتراء واحده من اشهر المواقع التاريخيه في الاردن غرب اسيا؟ لانها كانت مأهوله بالسكان في فترات ما قبل التاريخ، وهي مقسمه نصين، مقسومه نصين مدينه البتراء. تمام. نص تم تشييده والنص الاخر تم حفره داخل الجبال، وفيها تختلط تأثيرات التقاليد الشرقية القديمة مع الهندسة اليونانية القديمة. الله. يبقى مدينة البتراء ديت مقسومة نصين. تمام. كانت زمان مأهولة بالسكان، نصها داخل جوه الجبال. عشان كده مدينة البتراء في الأردن من أكتر المناطق اللي بيحب السكان يروح. طيب أهمية مدينة القدس، طبعا علشان فيها قبة الصخرة، وكمان فيها كنيسة القيامة وحائط البراق. حائط البراق ده بتاع اليهود، اللي بيروحوا اليهود هناك يعيطوا عنده. وعندك كمان كنيسة الايه؟ كنيسة القيامة. كنيسة القيامة دي بالنسبة للمسيحيين اللي هو بيطلع منها النور المقدس في العيد بتاعهم. طيب هنا يا مستر احمد بيقول لك ليه مدينة البندقية في ايطاليا تعتبر مكان سياحي او بيروحها الناس؟ هتقول له بسبب ان المدينة كلها عبارة عن معجزة هندسية. يعني ايه يا مستر احمد معجزة هندسية؟ يعني مبنية بطريقة جميلة المدينة البندقية دي. ده كمان تمام تأسست فوق أرخبيل يتكون من 18 جزيرة صغيرة. احنا قلنا الأرخبيل ده يعني مجموعة من السفن. تمام. صعبة. يبقى مبنية على 18، يبقى هي المدينة المبنية على 18 جزيرة مدينة البندقية. طب ايه المدينة المقسومة نصين اللي انا لسه قايلها فوق؟ مدينة ايه؟ البتراء في الأردن. طب يا مستر أحمد، إدراك المساكن المعلقة، طبعا في مساكن اسمها المساكن المعلقة، الناس عايشة فوق الجبال. تمام. ديت موجود مستوطنات ترجع الى عصور ما قبل التاريخ، وقد بنيت هذه المساكن على ضفاف البحيرات. يبقى ليه يا مستر احمد كمان الجبال المساكن المعلقه على جبال الألب مقصد للسياح؟ هتقول لانها موجوده على ضفاف البحيرات. تمام. دي كلها احنا قلناها، شبكات النقل، مواقع، الكلام ده كله احنا راجعناه. طيب صلي بقى على النبي كده. انا عايز اخش على درس الاقاليم. طبعا هنا نفس الكلام، هيقول لك مثلا الهند. تمام. الهند اهي مثلا رقم 2 فيها ايه؟ فيها قصر اسمه قصر تاج محل. طيب الصين، حلو. الصين يا مستر احمد فيها سور الصين العظيم. طيب تركيا رقم 3. فين تركيا يا مستر احمد؟ تركيا اهي. وسواحل بلاد الشام دي مقصد سواحل بلاد الشام دي اللي هي رقم 10 ورقم 3. ليه يا مستر احمد بيروح السياح؟ بسبب اعتدال المناخ. طيب انا عايز اخش على بعض المنظمات الاقليميه. صلي بقى على النبي قوي وركز معايا قوي في درس المنظمات الاقليميه، عشان هو درس رخم ومحتاج حضرتك تركز فيه وتفهم كل تركايه حرفيا فيه. ايه هي يا مستر احمد؟ بسم الله. مجلس التعاون، تتعدد المنظمات والاتحادات في قاره اسيا واوروبا. من اهمها اهم مجلس اسمه مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مجلس اسمه ايه؟ مجلس التعاون اهو. تعالى كده نطلع دي فوق شويه. مجلس التعاون اهو. مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ايه هي مجلس التعاون؟ هو احد اشكال التعاون الاقليمي بقاره اسيا. انشا المجلس ده سنه 1981. انت عارف ايه يعني ايه مجلس التعاون لدول الخليج العربيه؟ يعني مثلا دوله زي الكويت، دوله زي الامارات، دولة زي عمان، دولة زي قطر، تمام، دولة زي البحرين. الدول دي مالها يا مستر احمد؟ الدول دي عاملين مع بعض تعاون اسمه تعاون دول الخليج الايه؟ العربي. بتعمل ايه؟ التعاون ده حصل سنة كام؟ سنة 1981. اهميته ايه التعاون دوت يا مستر احمد؟ اهميته يا صديقي هنعرفها دلوقتي، بس صلي على النبي. يعمل مجلس التعاون لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية لدول الاعضاء. ازاي؟ بص يا سيدي، عاملين سوق هناك، يعني دول الخليج اللي انا لسه قايلهم دول عاملين هناك سوق اسمه انشاء السوق الخليجيه المشتركه. انشاء السوق الايه؟ الخليجيه المختلطه او المشتركه. يعني ايه؟ سوق خليجيه موجود فيها كل منتجات الدول اللي انا قلت لك عليها دي. ده رقم 1. رقم 2 الاستثمار في قطاعات جديده، يعني بيشتغلوا في الزراعه والسياحه. قيام دول المجلس بتطوير المواني والمطارات وشبكات الطرق وتسهيل التجاره. الدول بتاعه الاتحاد او مجلس التعاون للخليج العربي بتطور المطارات ما بينها، تحسين جوده الحياه لجميع مواطني دول المجلس. طبعا ما فيش حد عايش احسن من دول الخليج. تمام. وتمكين المراه والشباب والقضاء على كافه اشكال العنف ضد الاطفال. يعني هناك بيشجعوا المراه، وكمان بيصلحوا المواني والمطارات، وبيساعدوا ان هم يستثمروا في الزراعه والسياحه. وكمان التحول نحو الاقتصاد الاخضر. انت عارف الاقتصاد الاخضر ايه هو؟ اللي هو
بيعتمد على الطاقة النظيفة مش طاقة البترول. ده الاتحاد العربي أو اتحاد دول الخليج. اللي أحسن منه بقى عندك في المنهج هو الاتحاد الأوروبي. الدول الأوروبية. الدول الأوروبية دي بقى زي مين؟ زي فرنسا وزي إنجلترا وزي أسبانيا واليونان، عاملين مع بعض اتحاد اسمه الاتحاد الأوروبي، منضم فيه 27 دولة أوروبية بعد خروج بريطانيا منه، ويعيش به ما يزيد عن نص مليار نسمة مختلفين من اللغة والثقافة. يا لهوي يا مستر، 27 دولة بعد ما مين خرجت منه؟ بريطانيا. انجلترا طلعت منه في الفترة اللي احنا فيها دي. ايه ادوار الاتحاد الاوروبي؟ طبعا دور الاتحاد الاوروبي تحقيق الامن والسلام، تمام، وخاصة الكلام ده بعد الحرب العالمية الأولى اللي هي كانت سنة 1939. بعد ما دول العالم دبت في بعض راحوا عاملين الاتحاد الأوروبي عشان يحققوا الأمن ويحققوا السلام وكمان يحققوا التنمية الاقتصادية، تمام، يعني قوة اقتصادية وتجارية. طبعا الاتحاد الأوروبي مكون من 27 دولة خرجت منهم بريطانيا، في نص مليار بني ادم. اتعمل الاتحاد الاوروبي بعد الحرب العالميه الثانيه، مهمتهم ان هم ينموا الدول اقتصاديا، يعني يخلوا معاها فلوس وكمان ينموها اجتماعيا. طيب رابطه ثانيه او التحالف ثاني اسمه جنوب شرق اسيا اللي هي تحالف اسيان. ايه يا مستر احمد تحالف اسيان ده؟ تعد رابطه دول جنوب شرق اسيا منظمه اقليميه. انت عارف ايه جنوب شرق اسيا ده؟ اقصد بيها مثلا تايلاند، اقصد بيها مثلا اندونيسيا، اقصد بيها الفلبين، حلو، اقصد بيها ماليزيا، اقصد بيها سنغافوره. دي دول اسمها دول جنوب شرق ايه؟ عاملين بردك اتحاد سنه 1967 ووصلت حاليا ل 10 دول. متخيل؟ يعني كمان اسيا جنوب شرقها عامل اتحاد اسمه اتحاد اسيان مكون من 10 دول من جنوب شرق اسيا. طيب تتبادل الدول الاعضاء بالرابطه. طيب تحالف اسيان بيعمل ايه؟ نشر السلام برضو زيه زي الاتحاد الاوروبي، يتحدوا الجرائم وخاصه الجرائم الالكترونيه اللي هو الهاكرز. طيب انشاء منطقه تجاره حره بين اعضائها، يعني عايزين يعملوا زي دول الخليج يبقى في سوق مشترك ما بينهم في المنتجات بتاعتهم، وكمان بناء هوايه اقليميه مشتركه وترسيخ الانتماء بين شعوب. عارفين يعني ايه هوايه مشتركه؟ زي ما انا قلت لك جواب كده اسمه مثلا جواب او باسبور او بطاقه اسمها بطاقه تحالف اسيان، يعني من حقك ان انت تبقى عضو في اي دوله من الدول اللي مشتركه، وده حاجه كبيره جدا. يعني انت من تايلاند ومعاك الجنسيه الاندونيسيه، انت تبع مين؟ تبع تحالف اسيان، ودي حاجه جميله قوي عاملينها هناك. طيب هنا لو جالك مقارنه، تمام، مجلس التعاون لدول الخليج موجود فين؟ في مدينه الرياض. الاتحاد الاوروبي اوروبا كلها ما لهمش مجلس. رابطه جنوب اسيان موجود في بانكوك عاصمه تايلاند، يبقى اسيان في بانكوك، اما دول الخليج موجود في مدينه الرياض. طيب احنا لسه قايلين يا مستر احمد هم هيعملوا ايه؟ اللي هو تحقيق التكامل الاهداف اللي احنا لسه قايلينها. طيب بما تفسر انشاء المنظمات. هم ليه عملوا المنظمات؟ عشان خاطر المصالح المشتركه يا صاحبي، عاملينها عشان خاطر المصالح المشتركه. حصول الاتحاد الاوروبي على جائزه نوبل للسلام. الاتحاد الاوروبي خد جائزه نوبل للسلام سنه كام؟ سنه 2012. انت متخيل؟ الاتحاد الاوروبي خد جائزه نوبل للسلام وان هم بيطبقوا الديمقراطيه وعندهم حقوق انسان. ده الاتحاد الاوروبي اللي انا لسه قايل لك عليه اللي هي فرنسا واسبانيا واليونان وايطاليا والكلام ده. قيام الاتحاد الاوروبي بوضع استراتيجيه للطفل. ايه اهتموا بالطفل؟ لضمان وصول الاطفال المحتاجين الى التعليم والرعايه الصحيه. في اوروبا في الاتحاد الاوروبي بيهتموا بالطفل، بيعلموهم بياكلوهم، ما عندهمش يا ابني اللي عندنا ده. اسكت انت. طيب اهميه توقيع مصر اتفاقيه الشراكه مع الاتحاد الاوروبي. طبعا يا صديقي مصر هنا نفسها تخش الاتحاد الاوروبي، فعملت ايه مصر؟ مصر بدات انها توقع اتفاقيه انها تشارك في الاتحاد الاوروبي. طب ده هيفيد مصر بايه يا مستر؟ هيفيد مصر بايه؟ بتخفيض الرسوم الجمركيه بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي. هنخفض الرسوم الجمركيه اللي هي الجمارك، لما نيجي نجيب منهم بضاعه مش هندفع رسوم جمركيه. طيب انشاء منطقه تجاره حره بين اعضاء رابطه دول جنوب شرق اسيا، الغاء القيود الجمركيه. وهنا توقيع مصر ورابطه اسيان لمعاهده الصداقه. مصر بردك قامت جايه راحت لرابطه اسيان علشان خاطر انها تعمل معاهده اسمها معاهده الصداقه. ليه يا مستر احمد؟ لتحسين الجوده الانتاجيه في مصر بمجالات الصناعه بالمشهوره في دول الرابطه، خاصه مجال الاستزراع السمكي. مصر راحت لاسيان وعملت معاهم شراكه عشان تحسن صناعتها، وراحت للاتحاد الاوروبي وعملت معاهم صناعه عشان خاطر الجمارك.
طبعا ما النتائج ده احنا خدناه، وده اللي ده كمان خدناها. يوجد تعاون مشترك بين مصر ودول الخليج، اتحاد اوروبا حقوق الطفل، اهتمام بالطفل، ودي اهم الخرائط. زي ما أنا قلت لك دوله يوجد بها المقر مجلس المملكه العربيه السعوديه، تمام، اللي هي رقم 1 اللي هي مدينه الرياض. تمام. انا كده خلصت، وانتظروني ان شاء الله في الوحده الرابعه، بس هشرحها طبعا تفصيليا على القناه. ما دام وصلت معايا هنا، انزل صلي على النبي في الكومنتات علشان اعرف ان انت جبت اخر الفيديو. لو جبت وصلت للنقطه ديت بجد بجد انا هخش اسقف لك في الكومنتات ان انت راجعت معايا من اول حته لاخر حته. ويا رب تكونوا استفدتوا، يا رب تكونوا تعبتوا، يا رب تكونوا خلصتوا معايا وما قلبتش الفيديو ولا وما كروتش نفسك. اخوك احمد المصري جاي يلخص لك المنهج كله. انتظرونا في فيديو ليله الامتحان، ولسه هنشرح مع بعض كمان اسئله، وهنحل مع بعض نماذج تعلم، وهنحل مع بعض التقييمات. ويلا بينا يا اخواتي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.